احتضن ملعب هويسون بتكساس مواجهة ضارية لم تقل حرارة عن أجواء المدينة النارية، ولا مكيفة الملعب لم تستطيع إخفاء الصراع الحامي بين منتخب أسود الأطلس ونظيره الكندي على بطاقة العبور إلى ربع النهائي لكأس العالم بأمريكا. مواجهة كندا لم تكن بالشيء الهين على أسود الأطلس الذي دخلوا المباراة بالحماس وبنفس أسلوب اللعب، محاولين تكرار ما فعلوه في المباريات الماضية. لكن أصحاب الأرض أغلقوا جميع المنافذ على أصدقاء بعدي، وهنا عانى الأطلس الأمرين: أخطاء في التمرير من العيناوي، وحلحال كاد أن يمنح التقدم للكنديين من أقدام ديفيز لولا براعة بونو. لم تمر إلا 20 دقيقة بدأت أوراق محمد وهبي تتساقط. إصابة السيباري أكدت أن أطوار المباراة لن تكون باليسيرة على أسود الأطلسي. هداف الأسود غادر المباراة وترك أصدقائه أمام فريق منظم وسريع كاد أن يخطف الهدف الأول مبكرا. الكنديين حاولوا استفزاز لاعب المغرب والضغط على الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، نجحوا في ذلك. حكم ينظر وحلحال كذلك، ولو كان ذلك تدخله الأول. الحكم حاول تهدئة المباراة الذي بدأت تأخذ منعطفا آخر، لتأتي فترة الكولين بريك لتهدي وتمنح وهبي بعض الوقت لترتيب أوراقه. دخول رحيمي مكان الصباري لم يمنح الشيء المطلوب لهجوم الأطلسي أمام الاندفاع والتنظيم الدفاعي الكندي. تنظيم لم يخلو من هفوات أمام ضغط الأسود الذي بدأ يصحح المسار بكرة قطعها بلال الخنوس ليمنح الكرة للرحيمي، بدوره سدد من بعيد لكن في أحضان الحارس الكندي. انتهى الشوط الأول لا غالب ولا مغلوب بأفضلية كندية أمام احتشام الأسود. الشوط الثاني بدأته كندا بالضغط العالي كالعادة. لم تمر إلا 10 دقائق ليستلم سفيان رحيمي كرة وراء المدافع فوجيلوس الأخير لم يجد إلا العرقلة حلا ليق في قطار دار البيضاء. خطأ نفذه حكيمي لكن ليس كالمعتاد، تمريرة ساحرة نحو أناحي منح لها الدقة والسرعة المطلوبة لمعانقة شباكيبو رغم الجدار الكندي والتراص الدفاعي أمام المرمى. حاول المنتخب الكندي معادلة الكفة فسيطر بالطول والعرض لكن دون جدوى أمام إصرار المغرب على الحفاظ على تقدمه. عزز ذلك بتغيير بعد بأمرابط والخنوس بشمس الدين شطيبي الأخير ضرب كندا في مقتل في الدقيقة 80. قاد مرتدة سريعة ليمرر الكرة لإبراهيم دياز الذي تلاعب بالدفاع ليمنح بعدها كرة الخلاص للنحلة أوناحي مرة أخرى بنفس الطريقة. يضيف هدف ثاني له في المونديال وهدف الخلاص في هذه المباراة، مانحا المغرب تقدما مريح. حاول المنتخب الكندي مجددا تقليص الفارق باندفاعه البدني وضغطه على دفاع المغرب لكن دون جديد يذكر رغم الوقت المضاف، بل عزز ذلك تفوق الأسود الأطلسي بهدف آخر هذه المرة من أقدام سفيان رحيمي ينهي كل شيء وينهي معه حماس واندفاع الكنديين، مانحا فرحة واحتفالات في أرجاء الملعب.